السلام عليكم، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. مع احمد الافندي على قناه باكورد الحقيقه بس عندي. طيب، الكابتن اسلام الشاطر طلع وقال كلام مهم جدا وقوي جدا، وكان بصراحه معنف. يعني هو كان اسلوبه منفعل بسبب الاجواء اللي بتحصل، انه على قناه نادي الزمالك بيحاولوا يقللوا من بطولات النادي الاهلي، وقناة النادي الأهلي بتحاول بأن هي تثبت أن البطولات دي مش بتثبت ولكن بترد، وده حقهم. ونفس الكلام قناة الزمالك بترد ولكن بدون أي وجه حق في الموضوع، أن مفيش بطولات ومفيش أي مستوى. وشفنا المستوى في المباريات الأخيرة لنادي الزمالك ما يؤهلش ان هو ياخد بطولة. الكابتن اسلام الشاطر طلع وقال اي بطولات بتتكلموا عليها بعد اللي حصل في مباريات زي مباراة كاس مصر الزمالك و يعني الفريق اللي قدامه، والفضيحة بتاعت مشكلة ضربات الجزاء اللي ما اتحسبتش. فبروكسي فريق بروكسي. فالموضوع اتطور وبقى فيه نقد من هنا ونقد من هنا. قول لي رايك ايه في لو انت مع ضربات الجزاء دي ولا لا، وسيب لي رايك في الكومنتات انت مع ولا ضد اللي بيحصل في الاحداث الرياضيه في الفتره الاخيره. وما تنساش تشترك في القناه وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد عندنا هنا، كل جديد اول باول. تحياتي ليكم، احمد الافندي على قناه باكورد الحقيقه بس عندي. اشوفكم على خير في رعايه الله وفيديو جديد. سلام.